السلام عليكم، مرحبا بكم متابعات قناة وصفات إنصاف. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نقدموا مع بعضنا وصفة الكيك بالشعرية الزفة ومسقية بالكراميل، صوص كراميل. غادي نمشيو للمقادير. عندنا واحد يوغورت بنكهة الفاني، عندنا واحد الفاني، جوج خمارات د الحلوى من وزن 7 غرام أو 8 غرام، عندنا 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، قبصه ديال الملح، طحين على حسب الخليط، عندنا زلافه ديال الشعريه الزفه، وعندنا كراميل نيسلي او صوص كراميل اللي كتعرف تصايبو. انا ان شاء الله في حلقه مقبله غادي نصايب لكم كيفاش كنحضر صوص كراميل. دابا نمشيو. اول حاجه نحطو في مقلاه الزيت، نخليوها تسخن شويه، ونزيدو عليها زلافه ديال الشعريه الزفه، نخليوها تحمر شويه، نحركوها مزيان، نقابلوها باش ما تحرقش حيت هي كتحرق بالزربه. بعد ما تحمر تاخد لون ذهبي كيف كتشوفوا في الصور، غادي نحيدوها نحطوها فوق ورق النشاف نشف من الزيت، وندوزو باش نوجدو المرحله الثانيه تحضير الكيك. اول حاجه في تحضير الكيك غادي نقوم بكسر البيضات. عندنا 3 البيضات كما قلت في اناء، نضيف عليهم واحد ساشي فاني، ونص كاس السنيده، كاس صغير لا الزيت ولا السنيده، نخلط، نضيف شويه د الملحه، واحد القبصه د الملحه، ونخلطها عاوتاني مزيان. اللي ما عندوش الطراب ماشي ضروري، نقدروا نخلطوها غير بالطراب اليدوي، ونضيف الزيت شويه بشويه، نخلط مزيان، ونضيف اليوغورت. بعد ما نضيف اليوغورت ونزيد نضرب بالطراب حتى تخلط جميع العناصر مع بعضها مزيان. غادي نحيد دابا الطراب، وغادي نجيب الطراب اليدوي او الفوي، غادي نخدم به الطحين. غادي نضيف الطحين، نضيف شويه بشويه، وعلى الاغلب هاد الكيكه تاخذ 200 غرام ديال طحين مغربل او منخول، ونخلط مزيان. الطحين لازم يكون نوع ممتاز خاص بالحلويات. ونضيف دابا 2 خمارات ديال الحلوى من وزن 7 أو 8 غرام، ونخلط مزيان. وفي هذا الاثناء قمت بتسخين الفرن على درجه حراره 180، ونخليوه يسخن لمده 10 دقائق. نجيبو المول، لازم يكون تيتحل، دهنتو بشويه ديال الزيت او الزبده اللي متوفر، درت ليه الطحين. دابا غنكب الخليط، نكب الخليط كله اللي عندي. بعد ما نكب هذا الخليط غادي نحاول نزيد عليه هذيك الشعريه اللي قليت في الاول وخليتها فوق ورق النشاف كتنشف من الزيت. غادي نزيدها للوجه ديال الكيك كامل، عاد باش ندخلوه للفران لمده ديال 30 دقيقه على الاقل حتى يطيب. كلشي كيعرف الطريقه باش كيطيب الكيك، تنخرجوه نجربوه بقتيب. الا خرج لينا القتيب ناشف هذا يعني ان الكيك طيب، الا خرج فازق هذا يعني ان الكيك ما طيب. بعد ما كطيب الكيك ديالنا كنجبدوها من الفران سخونه، يلا طفينا عليها الفران، لازم تكون سخونه. ندير بها ثقب بهاد القتيب، نحاول نثقبها جيدا، وغادي نكب عليها داك الصوص كراميل اللي عندي، او لما ما عندهاش صوص كراميل تقدر تعمل كراميل نيسلي. ان شاء الله في حلقه مقبله غادي نصور
الطريقه باش كنصايب هاد الصوص كراميل، ونحاول نسقيها مزيان وهي سخونه ونخليها تشرب هاد صوص كراميل جيدا. وكنتمنى اقتراح نهار اليوم يعجبكم ان شاء الله وتجربوه، فحق راه كتجي لذيذه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كنتمنى انه يعجبكم، وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، وكنتمنى انه تزيدوا تشجعوني بشي من الفيديو. ابوني في القناه. هذه انصاف كتحييكم، مع السلامه.